اوعى تصدق اللي بتسمعه او اللي بتشوفه قبل ما تتعلم ازاي تفلتر وتحلل المعلومات بنفسك. لو سألتك كم واحد مشوا السنة اللي فاتت ومين هما وامتى مشوا، لو الإجابة معرفش أو معدتش، انت كده بتفوت فرصة من دهب في تخطيط القوى العامة. في حاجة اسمها supply analysis، وده بيحلل ببساطة بيانات الموظفين التاريخية، مين دخل مين خرج ليه خرج. طب هل في وظائف معينة الموظفين بيمشوا منها بسرعة؟ تخيل ان انت بتجمع البيانات لكل موظف عندك من اول يوم دخل فيه لحد ما مشي، وحتى لو لسه موجود بتبص على خبراته ومهاراته وادائه وتدريبه. هو كل ده ليه؟ عشان نعرف حركة الموظفين جوه الشركة، ونقدر نتوقع مين اللي ممكن يسيب الشركة ويمشي، مين اللي ممكن يترقى، مين اللي محتاج تدريب زيادة علشان نطور أدائه. فأنت لما بتحدد التيرن اوفر ريت بتقدر تستعد له وما تتفاجئش إن في ناس مشيت في وقت الزنقة. فالبيانات دي كلها كنز بتخليك تاخد قرارات مبنية على الحقائق مش مجرد تخمينات. فأنت بتجمع بيانات موظفينك صح؟ وإيه أكتر بيانات بتفيدك؟ شاركني في الكومنتات وما تنساش تعمل لي فولو.